السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي أعزائي مستمعي إذاعة صوت العرب، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا المصري. حلقة اليوم ألا وهي وما زال النوم العربي مستمر. انتظروني. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. أهلا وسهلا بكم أحبائي أعزائي مستمعي إذاعة صوت العرب. أحبائي، كل عام وأنتم بخير. شهر رجب من الأشهر الحرم، شهر رجب شهر الخيرات والنفحات والطاعات، شهر حرم الله فيه القتال ولكن أحل القتال للدفاع عن النفس، شهر فيه التقرب إلى الله والهدي بسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل من أمتنا العربية والإسلامية كل الأعمال الصالحة يا رب العالمين. أحبائي، وما زال العرب نائمون. متى تستيقظ أمتنا؟ كل العالم تحالف ضد الأمة العربية. انظر إلى اليمن وقرار مجلس الأمن. قرر مجلس الأمن فشنت أمريكا الحرب على بعض القرى اليمنية، ولكن نحن نقف ونتفرج على قتل إخواننا في اليمن. انظر إلى أهلنا في غزة، وانظر تلك المسرحية الهزلية داخل المحكمة الدولية. جنوب إفريقيا الدولة الأوحد التي وقفت أمام قضاة المحكمة الدولية لتدافع عن قضية غزة. أين محامو العرب؟ أين أمتنا العربية في تلك القضية؟ جنوب إفريقيا قدمت كل الدلائل التي تدين إسرائيل والتي تستحق أن يجعل نتنياهو مجرم حرب، ولكن انظر إلى رد الدفاع الإسرائيلي وكذب وتضليل الرأي العام العالمي وخصوصا الرأي العربي وتسخين الشعوب العربية على حكامها. انظر ماذا قال ذلك الوقت. قال أن مصر هي التي أغلقت المعبر وهي التي تعطل دخول المعونات إلى غزة. كذبت وخسئت، لأن مصر تفتح أبواب معبر رفح على مصراعي وتدخل المعونات على غزة، ولكن هناك تفتيش في البر الثاني، تفتيش إسرائيلي يمنع دخول المعونات. إسرائيل تستخدم لغة الكذب لتضليل الشعوب العربية واستعطاف الرأي العام العالمي. يا أمتنا، ماذا تنتظرون؟ يا أمتنا، العرب 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 في خطر. أقسم بالله الشرق الأوسط في خطر دامس. أمريكا تريد احتلال البحر الأحمر لتسيطر على كل السفن العالمية وعلى المنفذ البحري الذي يربط كل العالم بالبحر الأحمر. أمريكا تريد أن تستولي على كل مقدرات أمتنا، على كل ثرواتنا. انظروا الآن ماذا يحدث في السودان الآن، ماذا يحدث في العراق، ماذا يحدث في سوريا، ماذا يحدث في ليبيا، ماذا يحدث في إيران والحرب البشعة على إيران. حرب إعلامية غربية خطيرة كي تتورط إيران في تلك المجازر التي تدق أمتنا العربية. ماذا ننتظر يا عرب؟ ألم يأن الوقت لوحدتنا؟ ألم يأن الوقت لنصطلح مع الله في تلك الأيام المباركة ونعود جميعا إلى الله عز وجل ونعلن أننا أمة واحدة كما قال ربنا من فوق 7 سماوات: إنما أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يا أمة العرب، يا أمة المليار، يا أمة الإسلام،
استفيقوا قبل فوات الأوان. القادم أراه خطيرا، القادم أراه دمارا وتدميرا لكل أمتنا العربية. أفيقوا واتحدوا قبل أن تندموا على كل ما فات، على كل دقيقة وثانية تضيع دون أن نتحد. للأسف الشديد قرأت وعن طريق الجرائد الأجنبية وألسنة المراسلين الأجانب أن كل الضربات التي نفذت على اليمن خرجت بطائرات من قواعد في دول عربية. هذا ما يؤسفني وهذا ما أحزنني وأبكاني. اليمن تدك بأيدي عربية للأسف الشديد، وهذا يذكرنا دائما بالحروب الصليبية والتتار الجدد والنازين الجدد. فأفيقوا يا عرب، أفيقوا يا عرب، أفيقوا يا عرب، ولنتق الله جميعا ولنعلن توبتنا إلى الله ولنتحد، ففي وحدتنا نصرنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. شكرا لحسن استماعكم.